ده نوستن. يا عم انا ما بحبش ايفون 5 بيعلق، انا بحب ال6. لا لا. السلام عليكم يا جدعان، يا رب تكونوا بخير. والنهارده لكم مقطع جديد كلين بقى فرة او جوله في التيك توك. عايزين نشوفوا ايه اللي بيحصل الايام دي يا جدعان. شوفوا ايه اللي بيحصل الايام دي يا جدعان. عايزين نشوفوا ايه اللي بيحصل الايام دي يا جدعان. حلو صح؟ اوكي ماشي. يلا بينا نخش على الفيديو، يلا بينا. ده فيديو كوبي رايت هترزع فيه. مش عايز انا اتفرج عليه يعني. طب والله حصل، طب والله حصل ثانية بس كده. طب والله يا جدعان حصل الكلام ده، وبالذات لو بالليل بقى، او مثلا تيجي تطلع من تيجي تطلع كده من وراهم وهم ما يعرفوش، هو ده اللي يحصل في الباب. اوكي ماشي. كيف أدرس قبل الامتحان بيوم؟ على الأغنية وسبت الفيديو. ما في مخ، هذا ما في مدير، ما في مخ ما في شغال، هذا مدير. يا عم استنى يا عم، في ايه يا عم؟ في ايه يابا؟ جرى يا اختي، انا عماله تقولي وحشتني يا ام عمر. مين اللي بيقول كده؟ اهلا يا علي اخويا. معلش يا علي انا اسفه، وانت كمان وحشتني. أنا آسف يا جدعان. كل ما تحس إن التيست تتذكر هذا. يا جمر أوه لا 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 لا، ربنا يرحمك يا أخي ويرحم إيدك. له الايزومتريك او الشكل الهندسي من شوف تعال. لا دي كده مش، الكلام ده مش هينفع يا جدعان. الجمل بيعامله كأنه مراته يا جدعان. طب خلي بالكوا برضه نفس الكلام، الناس اللي ما بتفهمش انجليزي، نفس ما انتوا بتعملوا اغاني انجليزيه، انا ذات نفسي بعمل نفس الحركات اللي انتوا بتعملوها في العربي. ولا مش كده ولا ايه يا جدعان؟ قاتل لصاحب الصداره، لصاحب السعاده في استنى الصوت. يعود الوحده. اي الصداره، اي السعاده، اي الابتسامه. انه الدير. لا لا، بنفكر نفسنا ما بنأجره. ما تقول مجدد النت بايه؟ بفلوس الجامعة. بجوز بالعنشون ده نوستن. هاتولي الكلب ده. قد سويتي عملية تجميل؟ يا عمي انت ليش تسألني ذي الأسئلة؟ هذه يعني فهمتي تعارف. في وجهي لا. شلون؟ ما قد سويت خلاص. عملية تجميل. ايه معلش يا جدعان، ده كده ايه ده؟ اوه اوه عبد الله. لما تبقى ضامن انك داخل الكلام.
ايه ده ده مساج ده ولا ايه؟ ايه لا ما هو بص، هو انت بتدخل. هو ازاي بيدخل في نفس الثانية اللي بمسك فيها الموبايل؟ مستحيل تكون صدفة. انا لازم اكتشف السر. لو عملنا دراسة تحليلية فيزيائية عن سر العلاقة المجهولة اللي بتربط بين الأب والموبايل، هنلاحظ إن الموبايل بيفرز موجات كهرو-أبوية غير مرئية، وبعد مراجعة أبحاث العلماء اكتشفنا كهرو-أبوية؟ بتتميز بقوة جذب الأب اتجاه الآيفون بسرعة 35 كيلو متر، أي ما يعادل 3 أضعاف سرعة رياح الفاسية الصامتة. وطبقا لقانون العالم علي اينشتاين، إن لحظة دخول الأب تساوي كتلة الكتاب مضروبة في مربع النسبة العلئية تقسيم نوع الموبايل أس 2. هنلاحظ إن الناتج برضه هيطلع 35. يعني العلاقة اللي بتربط بين الأب والموبايل علاقة طردية، وبكده نقدر نسيطر على الاب عن طريق الموبايل. يعني لو مسكنا الموبايل هيدخل الاب تلقائي، لكن لو رمينا الموبايل في الهواء يتم اختراق السيرفرات الحسيه عند الاب ويجيله اللاج. ولو دخلنا على 17 ابلكيشن في نفس الثانيه هيحصل تشتت للذبذبات الابويه ويهنج. ولو حبينا نرجع الاب مكانه هنبعد. A few moments later. يا عم انا ما بحبش ايفون 5 بيعلق، انا بحب ال6. لا Oh! No! Oh! رحمة الله عليك يا أخي. لا ده كده مش ده كده في حاجة حصل غلط سيستم. حلو يلا. اللعبة هي أول واحد يدفل على الثاني هو الفائز. تستنى هذا اللعبة. حلو نعيد يلا 1 2 3. استنى المص هيكسف دلوقتي. أنا حاسس. نعيد. ألو عليك وعلى معرفتك. كده يا جماعة احنا وصلنا لاخر الفيديو. شايفين التيك توك ايه اللي بيحصل فيه يا جدعان؟ اوكي ماشي، سبسكرايب وشير وظبطوا الدنيا يا جدعان، واستنوا الجديد عشان الجديد دمار. بيكو. اتمنى المقطع يكون عجبكم. اوكي انا هنكت معلش، والسلام عليكم.